السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معايا اللحظة دي، انت قاعد على شاطئ البحر، الشمس بتغيب بهدوء، الأمواج طبيعية، النسيم عليل، والناس حواليك مستمتعين بيومهم. وفجأة حاجة غريبة بتحصل، البحر نفسه يبدأ ينسحب بعيد عن الشاطئ، السماء هادية والهواء ساكن. إحساس غريب بيبدأ يدخل قلبك، مش مجرد شعور بسيط، ده بداية تسونامي عملاق. اللي هتحس بيه ممكن يخليك تشوف البحر والشاطئ بطريقة مختلفة تماماً، وممكن يخليك تفكر في كوكب الأرض بشكل ما كنتش متخيله قبل كده. قبل ما نغوص في التفاصيل، لو دي أول مرة تشوفنا، اشترك في قناة سؤال الليلة وفعل الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجديدة والمعلومات الغريبة والمثيرة اللي مش هتلاقيها في أي مكان تاني. طيب، إيه هو التسونامي؟ التسونامي عبارة عن موجات بحرية ضخمة جدا بتنتج عن تحرك هائل في المياه، غالبا بسبب زلزال قوي تحت قاع المحيط، أو انفجار بركاني، أو حتى انهيار جليدي ضخم. أكبر جزء من طاقة التسونامي بيجي من الزلازل البحرية. لما الصفائح التكتونية تحت المحيط تتحرك فجأة، بتدفع كمية هائلة من المياه للأعلى وللأمام بسرعة رهيبة. الموجات دي بتنتشر لمئات أو آلاف الكيلومترات بسرعة قد تصل ل 800 كيلومتر في الساعة، أسرع من أسرع طائرة ركاب. تخيل كده، موجة بعلو عشرات الأمتار بتجري بسرعات رهيبة نحو المدن الساحلية. كل حاجة على طريقها ممكن تتحطم، المباني هتنهار، الطرق هتتشقق، المواني هتغرق، السفن هتختفي، والناس لازم تهرب فورا. خلينا نشوف أمثلة حقيقية عن التسونامي. تسونامي المحيط الهندي 2004، زلزال بقوة 9.1 درجة ضرب قاع المحيط الهندي، ونتج عنه موجات ارتفاعها وصل ل 30 مترا. أكثر من 230 ألف شخص فقدوا حياتهم، ومئات الآلاف تضرروا وخسروا منازلهم بالكامل. تسونامي اليابان 2011، زلزال 9 درجات، موجات عملاقة دمرت مدن ساحلية. المفاعلات النووية في فوكوشيما تعرضت لكارثة، الاقتصاد الياباني يواجه خسائر بالمليارات. ومش كل التسونامي بيجي من الزلازل بس، أحيانا البراكين تحت البحر أو انهيارات جليدية كبيرة في البحار القطبية ممكن تسبب موجات ضخمة جدا. إزاي نقدر نتوقع التسونامي؟ العلماء بيستخدموا رصد الزلازل البحرية وأجهزة قياس ارتفاع الأمواج المنتشرة في المحيطات. لو حصل زلزال كبير أو تحرك أرضي تحت البحر، الأجهزة دي بتسجل التغيرات وبتنبه السلطات فوراً. خلينا نتخيل سيناريو، لو حصل زلزال كبير في منطقة الاندساس بالمحيط الهادي، موجة تسونامي تبدأ تتحرك بسرعة 800 كيلومتر في الساعة. خلال ساعات معظم سواحل المحيط هتتأثر، والمواني التجارية هتغرق، وخسائر اقتصادية عالمية بالمليارات. لكن رغم كل الرعب ده، ممكن تنقذ حياتك لو اتبعت الإرشادات: الابتعاد فورا عن السواحل بعد الهزة الأرضية، أو ملاحظة البحر ينحسر، الصعود لأماكن مرتفعة أو مناطق آمنة، متابعة الإنذارات الرسمية. وكل ثانية ممكن تصنع الفرق بين الحياة والموت. الطاقة اللي بتحرك التسونامي: لما الزلزال بيحصل تحت المحيط، القشرة الأرضية تتحرك فجأة، كمية المياه اللي فوقها بتتزحزح بسرعة رهيبة، وده بينتج موجات ضخمة ممكن تسافر آلاف الكيلومترات. ومع كل كيلومتر بتفقد شوية من قوتها، لكنها لسه قادرة تدمر السواحل. ارتفاع الأمواج عند الشاطئ: الموجات في وسط المحيط منخفضة نسبيا، لكن عند الشاطئ عمق البحر يقل فجأة، الموجات بتتصاعد لارتفاعات رهيبة، أحيانا أكتر من 30 متر، وده اللي بيخليها كارثية لأي مدينة ساحلية. تأثيرات عالمية: تسونامي مش مجرد كارثة محلية، ده ممكن يغير التجارة العالمية، يدمر المواني، يوقف صادرات وواردات دول، ويؤثر على الاقتصاد بشكل عام، بالإضافة لتأثيره على السكان والنقل والبنية التحتية. أمثلة تاريخية إضافية: تسونامي ألاسكا 1964، زلزال قوي تسبب في موجات وصلت اليابان وأجبر العالم كله على تطوير أنظمة الإنذار المبكر. تسونامي البحر الكاريبي 1946، موجات ضخمة دمرت سواحل هاواي بعد زلزال عنيف في أليوتيان. الوقاية والإنذار: العلماء دلوقتي بيبذلوا مجهودات كبيرة، خرائط مخاطر، محطات قياس متقدمة، برامج تعليمية للسكان على السواحل، تدريب فرق الإنقاذ. كل ده يقلل عدد الضحايا قدر الإمكان. لو وصلنا لجزء التطبيق العملي، لو أي مدينة ساحلية حصلت فيها هزة قوية، السكان لازم يعرفوا يتصرفوا فورا: الابتعاد للشوارع المرتفعة،
الصعود للتلال أو المباني العالية، ومتابعة التحذيرات على الراديو أو التطبيقات الرسمية. ولو وصلت للنهاية، اعمل لايك، اشترك في قناة سؤال الليلو وفعل الجرس، وشاركنا رأيك في التعليقات. اكتب كلمة وصلت للنهاية لو كنت من القلة اللي كملت الفيديو كله، وشاركنا أسئلتك الغامضة عشان نجاوب عليها في الحلقات الجاية. التسونامي مش بس قوة طبيعية، ده درس للبشرية كلها عن قوة الطبيعة وعدم التهاون، وكمان عن أهمية العلم، البحث، والجاهزية لأي كارثة محتملة. سلام، ونشوفكم في حلقة جديدة من سؤال الليلو.